ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة عيش او خبز جميل قوي، سعراته قليلة جدا. هنبسط بيه قوي اللي بيعمل دايت، لانه سعراته اقل من الشوفان بكتير، كمان احلى من الشوفان. ممكن نستخدمه في جبنة، نستخدم معاه جبنة دايت، نحط عليه بقى طماطم وخيار، ممكن جبن قريش، ممكن جبنة صيامي برضو. ممكن يستخدم في اي اكل معانا. هنا الشعير انا جبته وحضملته في الكبة عشان اطير القش بتاعه ده. بس ملحوظة لا خد لبالنا ان هو ينضف قوي من القش، لان هتبقى فيه مشكلة لو ما نضفش. لو احنا عرفنا نجيب بعد كده الشعير دقيق يبقى كويس، بس انا اعرف ان هو غالي. بعد كده بنقعه لمدة من 16 ل20 ساعة. بعد كده بحطه في الخلاط واضربه كويس قوي، واتأكد ان هو بقى ناعم، عامل زي خليط الكيك كده. وبحط طبعا عليه معلقة من الملح ومعلقة من البيكنج باودر، او نص معلقة، خليها نص معلقة، بلاش نكتر بيكنج باودر. نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا عاملة هنا المقدار كوبايتين من الشعير. بعد كده بحطه بقى على طاسة الكريب او اي طاسة عندي، ممكن طاسة تيفال، وابتدي احط شوية بشوية لغاية ما يعمل عندي الشكل الدائري. هو هنا بدأ ينفخ شوية، طبعا بقلبه، ما اقلبوش الا ما اتأكد ان هو بدأ يسمغ من تحت علشان ما يتقطعش مني الرغيف. زي ما انتوا شايفين بقلبه حبة بحبة كده، من على الوش من على الظهر. بحاول ان هو علشان ينفخ، يعني بضغط عليه كده ضغطة خفيفة كده، بس هو مش من النوع اللي بينفخ قوي زي العيش التاني. بس هو في اجزاء منه زي ما انتوا شايفين كده بتنفخ منه، بس المهم ان هو طعمه حلو. انا عايزة اقول لكم انه ممكن برضو تحطوه في الميكروويف. الميكروويف بيفصل الجزئين، بيعمل فاصل وينفخ. بس هو هنا على فكرة زي ما انتوا شايفين نفخ مني كام واحد كده نفخ، بس مش بينفخ بقى طبعا زي العيش الابيض. وكمان ان هو كمان مفهوش خميرة حلوة قوي، بس ما اقولكوش بجد طعمه حلو قوي. المقدار ده عمل من معايا حبة كويسين، طبعا على قدي، بس يعني على قد انا، يعني مش كل الولاد عندي بياكلوا. هنا انا بدلت بين الطاسة التيفال والكريب، علشان المفروض ان انا ما احطش العجينة تبقى الطاسة سخنة، يعني تبقى هديت شوية. وانتوا شايفين اهو برضو بينفخ مني برضو. عمل معايا شوية حلوين، وطري، طالع طري وجميل. ما قالكوش بقى ينفع في كل الاكل، ممكن في التغميز، في السندوتشات، زي ما انتوا عملنا جبنة، ممكن نستخدمه في الملوخية، اي طبيخ احنا عايزينه. عيش جميل بجد وطعمه احلى كمان من الشوفان. بس ملحوظة بس، يعني خلوا بالكم من حتة القش اللي بيبقى في الشعير ده، نحاول ننضفه حلو قوي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.